الا قالك شي واحد غنقضي لك الغرض اللي انت محتاجه ليا انني نصايبو ليك، واخا ما يكونش بيديا غادي نصايبو ليك هكاك، ما نطلب منك حتى شي حاجه، ما بغيت منك حتى شي حاجه. اي راجع عندي البيرو في الساعه الفلانيه، واش تمشي ولا ما تمشيش؟ طبيعه الحال غادي تمشي. فتخيلوا معايا انه ملك الملوك اللي قدد الكون، اللي عارف اي حاجه كيفاش غادي طرا وعلاش غادي طرا، كيعطي لنا 5 ديال المرات في النهار، 5 ديال المرات في النهار. وبعض المرات، بلا ما نقول شحال مره، بعض المرات ما كنمشيوش وكيعاود يعيط علينا وما كنمشيوش. كنبقاو كنقولوا تعال حتى سالي هادي حتى بقات هادي، وكنساو بانه هو راه اللي خلق هاد الكون، وديك الحاجه اللي بغينا حنا راه كاينه عنده هو بوحدو، ولا يقدر يسرها، ولا ما بغاش راه ما غاديش تصدق. هادشي كنساو. ف الانسان يخلي شويه، غير يخليها بينه وبين راسو في عقله، انه هو راه ربي هو اللي بيديه مخازين الكون كلهم، وربي الا قال الحاجه كن ستكون. كيف ما ربي الا بغى يحيد لك ديك الحاجه راه غادي يحيدها لك، حيت راه دوام الحال من المحال. والله نسأله كل يوم أنه ديما يعمه علينا، حيت ما كتعرفش امتى ولا كيفاش الحاجه تقدر تمشي لك ما بين يديك. فداك الشيء علاش الانسان يمشي حبا في الله، ماشي حيت خايف انه النعمه غادي تمشي ليه. حبا في الله يمشي انه يتلاقى معاه ويصلي، يصلي. حيت يقدر يكون عنده ظروف، الانسان كاين في غيونيون ما مساليش هادوك، راه عارفين انه الانسان كيدير اللي عليه. ولكن الا كان الانسان جالس وسبق اشياء تافهه دنيويه على انه يتلاقى مع الله سبحانه وتعالى، خاصو يعاود النظر. والله الا خاصو يعاود النظر. اش بالكم نتوما؟